شهد حي المدينة الجديدة بولاية وهران اليوم حادثة انهيار جزئي تمثلت في سقوط سقف وأرضية غرفة بالطابق الرابع لبناية قديمة متكونة من 4 طوابق تقع بشارع اسطنبول رقم 36. وحسب المعلومات الرسمية وقع الحادث على الساعة 12:38 حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية فورا من أجل إجلاء الضحايا وتأمين المكان. وقد أسفر الانهيار عن وفاة شخصين يبلغان من العمر 33 سنة و2 سنين، تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الدكتور بن زرجب بحي بلاطو. كما تنقلت مصالح أمن ولاية وهران إلى موقع الحادث، حيث قامت بتأمين كافة المداخل والطرق المؤدية إليه، مع تحديد محيط أمني لضمان مسالمة المواطنين. كما تنقل والي ولاية وهران السيد إبراهيم أوشان إلى عين المكان للإطلاع على مجريات التدخل والإطمئنان على سير عملية الإنقاذ بحضور السلطات الأمنية والمحلية المختصة.